بيبدأ الفيلم ببنت راكبة العربية بتاعتها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالتحديد في وادي اسمه سان فرناندو. وأثناء ما هي ماشية بتلاقي انهيار جبلي جنبها، وده بيخليها تفقد التركيز في السواقة وتقع بالعربية من ارتفاع عالي. بس ما بيحصلهاش حاجة وبيكون عندها جروح بسيطة. بيكون في فرقة إنقاذ في المكان وقناة تلفزيون بتعمل معاهم لقاء لأنهم الأشهر في الولاية كلها. والمذيعة بتسألهم عن أهمية شغلهم. بيقول لها منقذ منهم إن شغلهم زي الحرب بالظبط، بس مفهوش ضرب بالرصاص. وبيكون راي قائد فريق الإنقاذ من الناس الجامدين قوي في شغلهم، لأنه بيقدر ينقذ أعداد كبيرة في ظروف حوادث صعبة جدا. وبيوصل راي بالهليكوبتر لمكان البنت اللي عملت حادثة في مكان صعب وسط الجبال، وبيقرب بالطيارة مع إن ده خطر على الطيارة. وبيوجه واحد من فريق الإنقاذ بنصايح عشان يقدر ينقذ البنت. بس للأسف المنقذ ما بيعرفش يأدي المهمة، وكان هيموت كل الفريق اللي في الطيارة. بس راي بيقدر ينزل بنفسه وينقذ البنت ويطلع بالطيارة سليمة من المكان المميت ده. أما رانوس ده أستاذ في علم الجيولوجيا والزلازل، وبيتكلم مع الطلبة بتوعه في محاضرة مهمة بتتكلم عن تاريخ الزلازل من زمان قوي، وإن لسه في زلازل كتير أكتر وأقوى هتضرب الأرض الفترة الجاية، ومش محدد بالظبط مكانها وقوتها. بتوصل طيارة راي على المطار عشان تتصلح لأنها متبهدلة، ودي عادة راي في كل مرة يروح بطيارة إنقاذ ترجع متدغدغة أو فيها عطل ممكن يوقفها عن العمل مدى الحياة. وبيرجع راي على البيت وبيتكلم مع بنته اللي مش لاقية مفتاح الدراجة بتاعتها، وبتطلب منه يوديها مدرستها بالعربية. ولما بيحاول راي يعزمها هي ومامتها على العشاء بيلاقيها بترفض، لأن جوز مامتها عزمهم برضو على العشاء. وبيتضايق راي إنه مش قادر يقرب من بنته، وبيفتكر بنته التانية اللي غرقت في يوم ومعرفش ينقذها، وده مسبب له أزمة كبيرة قوي، زي الأزمة اللي بيتابعها رانوس وزميله كيم اللي راحوا ولاية نيفادا عند سد هوفر عشان يتابعوا الزلازل اللي حصلت هناك. وكيم ورانوس بيكونوا مبسوطين لأنهم وصلوا لمعادلة تعرفهم أماكن الزلازل بدقة، بس ما بيلحقوش يفرحوا لأن كيم بيحذر رانوس من زلزال قوي أكبر من الزلازل اللي فاتت، وإنه لازم يبعد عن المكان بأسرع ما يمكن. وبيجري رانوس فعلا من الزلزال اللي بيكون قوي وتأثيره خطير على الأرض. وبيدور حوار في كافيه بين إيما طليقة راي وسوزان أخت دانيال جوز إيما، وسوزان واضح في كلامها الغرور وقلة الذوق، وده بيخلي إيما تسيب المناقشة بحاجة إنها ترد على التليفون، واللي بيكون من راي اللي بيحاول يعتذر لها عن تصرفه لما كان في البيت وإنه بيغير عليها وعلى بنته جدا. لكن بيقطع المحادثة زلزال قوي بيلاحظه راي من الهليكوبتر، وبيكون زلزال مدمر جدا لكل حاجة. وبيسمع راي إيما وهي بتطلب منه ينقذها بسرعة قبل ما تموت، فبيطلب راي منها إنها تطلع على سطح المبنى اللي هي فيه، وهو هيحاول ينقذهم كلهم بالهليكوبتر. أما بنت راي فكانت بتعمل مقابلة توظيف في شركة دانيال، وبتهزر مع اللي بتعمل له الانترفيو هو وأخوه الصغير اللي جايبه معاه. ولما بتركب العربية عشان تروح على البيت مع دانيال بيحصل زلزال قوي جدا، وبيحاولوا يخرجوا بالعربية من الجراج، بس العربية للأسف بتقع في حفرة من الزلزال وما بيعرفوش يخرجوا منها. ولما بيحاول دانيال إنه ينقذها بيلاقي المبنى بيتهد، فبيهرب وبيسيب بنت لوحدها. بيحاول موظف الشركة بن إنه ينقذها، وفعلا بعد محاولات كتير بيقدر يخرجها من العربية. أما راي فبيلاحظ إن إيمة كويسة بس المكان حواليها مليان حرايق، بس بيحاول ينقذها من وسط المبنى وبيرملها حبل وبيقدر ينقذها من المبنى فعلا. وقتها بتحاول بنت تطمن أبوها عليها فبتكلمه، وبتكون إيمة معاه في الطيارة، واللي بتتصدم لما بتعرف إن دانيال جوز إيمة طلع ندل ومرضيش ينقذها وهرب لما حصل الزلزال. فبيقول لها راي إنها تروح لحد مبنى عالي جدا عشان يقدر راي يوصل لها وينقذها أسرع. وبيكمل كلام مع طليقته إيمة عن أول أيام حياتهم في ولاية سان فرانسيسكو، وإزاي كانوا عايشين حياة حلوة قبل وفاة بنتهم. بس بيقطع كلامهم عطل في مروحة الهليكوبتر، وده معناه إن الطيارة هتقع. فبيضطر راي إنه يعمل هبوط اضطراري للطيارة، وبتقع في محل من محلات الملابس. بس مش دي المشكلة، لأن المشكلة الأكبر إن في سرقات وحرامية كتير منتشرين، وده بيخلي راي يسرق عربية يهرب بيها هو وإيمة من المكان ده. ومش بيلاقي غير عربية واحدة مفتوحة فبيقدر يهرب بيها قبل الحرامية ما ياخدوا بالهم. بس للأسف بيعرفوا إن الطريق اللي هم فيه آخره متكسر من الزلزال، وعلشان ينقذوا بنتهم لازم يرجعوا مسافة أكبر من 50 ميل. فبيسأل راي عن مكان المطار وبياخد طيارة تانية، ودي الوسيلة الأسرع علشان يوصل لبنته بينت بسرعة قبل أي زلزال تاني.
بس بينت لما بتوصل قرب المبنى اللي باباها قال لها عليه بتلاقيه محروق تقريبا وخطر انها تطلع المبنى ده. في نفس الوقت راي حظه وحش قوي لان المطار اللي هينزل فيه اتحرق هو كمان، فبيقرر انه ينزل مع ايما بالباراشوت في واحد من الملاعب عشان يقدر يوصل لبنته وينقذها في اسرع وقت ممكن. وقتها بيني صديق بينت بيكون متعور في رجله فبتحاول هي انها تنقذه، في نفس الوقت راي بيحاول يساعد الناس المرعوبين من الزلزال ومش لاقيين مكان آمن، وبيقول لهم إن آمن مكان هو ورا استاد كبير عشان مفيش أي خطر يحصل لهم. وبيركب لانش هو وإيما علشان يقدروا يوصلوا لبنته بينت، بس بيلاقي المية بتنحسر وده معناه إعصار قوي جدا هيدمر كل حاجة قصاده. وفعلا بيحاول يوصل راي لبنته وبيلاقي موجة قوية بس بيعرف يتفاداها ويوصل لبنته في واحد من المباني، بس للأسف مش بيشوفها لكن هي بتدور على طريقة تنبهه بيها، وفعلا بتنبهه بالليزر وبيعرف مكانها. بس منسوب المية بيكون عالي قوي وبيغرق المبنى، لكن راي بينزل في المية وبيحاول ينقذ بنته من الغرق زي بنته التانية اللي ماتت قبل كده، وبتكون بنته مغمى عليها أو ماتت زي ما بنت راي التانية حصل لها، واللي بيطلع ومعاه بنته وصديقها وأخوه الصغير بسبب إيما اللي بتقرب باللانش وبتاخدهم كلهم وبتخرج بعيد عن المبنى. وبيقدر راي إنه ينقذها ويقرروا يعيشوا في مكان عالي بعيد عن الزلازل اللي دمرت أماكن كتير وموتت الآلاف من البشر. وبيخلص الفيلم. سكريبت محمد تاج، تعليق دينا سليمان. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.